اتنين رجالة، واحد متجوز والتاني لسه بيدور على بنت الحلال. لما تيجي تبص لهم تلاقيهم طول بعرض، شكلهم كويس وفي رزانة في الكلام. المتجوز عنده منطق ان الحياة قايمة على الامان والمشاركة، ودي جملة بتحبها اي ست. المشاركة بالنسبة له هما بياكلوا بيشربوا بيتفسحوا في العلاقة، وعايز دايما من الحاجات دي كتير. والامان بالنسبة له انه سايب لها شوية حاجات صغيرة لانه واثق فيها. يعني طلبات البيت كلها، سوق، ماركت فكهاني، محصلين ميه، كهرباء، غاز، هي تتعامل معاهم. الحاجات دي كلها سهله وبسيطه. مسؤوليه الاولاد كلها، تربيتهم، مدارسهم، دروسهم، دي حاجه ستاتي قوي، هو مش محتاج يتدخل فيها. عادي ان نتقابل مع اصحابنا جروب رجاله وستات وتاخدي ارقامهم وتتعرف عليهم كلهم، ولو اتحولت لرئيسه مجلس اداره حياته مفيش مشكله. بتنظم له حياته، اكله، شربه، هدومه اللي هيلبسها، علاقاته مع الناس اللي حواليه، كل حاجه تخصه، لدرجه شغله كمان بتتدخل فيه، وهي اللي بتظبطه له برضه. لو دخلوا اي مكان مع بعض هي اللي تتكلم وتتعامل، هو راجل واثق فيها. لو الاولاد تعبوا لازم هي اللي توديهم للدكتور، هو ممكن يكون مشغول واوقات تانية بيكون نايم في البيت، بس المهم ان الحياه مبنيه على الثقه والامان. لو حصل اي موقف مطلوب ان هي اللي تتعامل، لانه اكيد بيقويها وبيعلمها. مراته قالت له في مره انا عايزه اتكلم معاك، قال لها طب هناكل ايه؟ قالت له عايزه اتكلم معاك. قال لها طب ايه رايك نتفسح؟ قالت له بقول لك عايزه اتكلم معاك، خلي بالك انا بقيت بحط كمان كل فلوسي في البيت. رد عليها وقال لها انت مش عارفه انا مخي مشغول بايه، وعلى فكره انت واخداني كده. ودي اكتر جمله بتسمعها الستات المتجوزه. طب انت هنا بتهرب؟ لا. مكبر دماغك؟ ابدا. طب انا ابتديت اتعب، ده دورك في الحياه، وانت ما بتعمليش حاجه زياده عن اي ست، وانت واخداني كده. عند هنا هنحط نقطة وهنروح للأستاذ التاني اللي لسه بيدور على بنت الحلال اللي ما اتدبستش فيه. ده برنس البرانيس، عنده منطق انك هتاخدي راجل وانت اكيد طالبة سترة، وانه هيوفر لك كل طلباتك. قال لها كلام كتير، خلصته انه هيوفر لها سكن وطلباتها الشخصية والاكل اللي هياكلوه مع بعض، لانه راجل جد وعايز يبني حياة بينهم على اساس. قالت له انت جيت اتقدمت لي في بيتي وانا مش متضايق من البيت في حاجه، فانا مش محتاجه سكن. طلباتي الشخصيه انا بشتغل وممكن اكفي نفسي من كل حاجه، واللي ناقص لي اهلي بيجيبوها لي. ولما جيت زرتنا احنا ضيفناك وقدمنا لك حاجات كويسه كتير، في موضوع الاكل حاجه بسيطه. وهنا فكرت بينها وبين نفسها وقالت الراجل ده ممكن يبقى جد فعلا زياده شويه، وخام ما بيعرفش يتكلم. فقالت له ان شاء الله بعد ما نتجوز عايزين نبقى ننزل نجيب طلبات البيت مع بعض. فقال لها والله انا اسف، الست هي اللي بتكفي بيتها والطلبات دي حاجه مسؤوليتها، انا اوقات ممكن اكون محتاجاك، وانا للاسف ست رغايه شويه، هتسمعني؟ قال لها يا شيخه ما تبقيش خايفه. هنا ردت عليه وقالت له هو انت شغلك جد قوي، انت ما بتسيبش حبه لنفسك؟ قال لها لا طبعا، انا كده كده بقابل زمايلي كل يوم، والقعده بتاعتهم انا متعود عليها، ودي حريتي الشخصيه وانا بحافظ عليها. طيب هنتعلم نعمل ايه مع بعض لولادنا في المستقبل؟ رد عليها وقال لها على فكره احنا كلنا تربيه ستات. قالت له طب انا حاليا بشتغل، ايه رايك؟ رد عليها وقال لها بدل طلعتي بره باب الشقه يبقى كل فلوسك للبيت. هنا اتلفتت له بالراحه وقالت له طب انا كل كلامي ده بحاول ادور على ايه الرابط ما بيني وبينك. قلت لك هحتاج اتكلم، قلت لي بطلي هيافه. قلت لك مسؤوليه البيت، قلت لي دي حاجه ستاتي. طب ولادنا وتربيتهم ومسؤوليتهم، قلت لي احنا كلنا تربيه ست. انا لو مش قادر افهمك لو سمحت فهمني، هو احنا هنكون موجودين مع بعض ليه؟ قال لها الراجل في حياه الست ستره وامان. خلي بالك البرنس ده راجل لطيف وواضح، عرفك من اولها ان هو هيكرمك بوجوده معاكي في الحياه، مش زي الاستاذ الاولاني المتجوز اللي خد اللي قدامه في الهادي وبعد كده رمى عليها كل حاجه. عارف ان هسمع كلام زي زفت من رجاله كتير بعد اللي انا قلته، لان الحقيقه انت المفروض تكون سند، دعم، امان، تساعد اللي قدامك وتكبرها، لكن في الحقيقه انت هنا جبت واحده علشان تكون البيبي سيتر بتاعتك او ماما التانيه. ما تستغربش لما يتقال عليك ان انت راجل ناطع، لان الست لو لقيت نفسها بقت مسؤوله عن كل حاجه وانت مجرد ضيف تقيل في حياتها، فهي هتتعامل معاك بمنطق ان ربنا رزقها بطفل، فللاسف بيبقى عندها اتنين، واحد قد الباب وبيقول لها هل من مزيد، والتاني صغير وغلبان ولسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا انا عايز اتعلم. حضرتك لو اتقمصت من الفيديو ده ولا يهمك خالص، اعتبر ان انت ما شفتوش، ولو حابب اعمل بلوك كمان. ولو انت انسان محترم وعايز يحافظ على نفسه وعلى بيته وعلى اسرته، راجع نفسك. عملت حلقة جميلة اسمها نطاعة ستات، وكان طبيعي ان انا اعمل حلقة تانية اسمها نطاعة رجالة، لان ما ينفعش يتاخد موضوع من جهة واحدة. نطاعة الرجالة هو موضوع شكله بسيط لكنه حساس جدا، وللأسف لامس بيوت كتير. لو انت راجل اكتب لي في التعليقات انت موافق على الكلام ده ولا لا، ولو انت ست اكتبي لي متدبسة ولا الحمد لله لسه على بر الأمان. أنا هيثم المعداوي، واحتمال في المستقبل أكون واحد من أشهر الناس في مصر. أشوفكم المرة الجاية، مع السلامة.